لا إله إلا أنت سبحانك ما قدرناك حق قدرك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحوالكم أخباركم الدنيا معاكم إن شاء الله الفيديو ده يلقاكم في أحسن حال. معاكم مشاهد لو أول مرة تشوفوا قناتي، لو عجبتكم دوسوا على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل شيء جديد. أول حاجة من البدايات نحن بندعي للسودان والسودانيين ربنا يعني سهل أمورنا ويرجع لنا سوداننا زي زمان وأحسن بإذن الله، ودعاء المؤمن يعني للمؤمن مستجاب. اليوم عاوزين نسوي لقمة القاضي أو الزلابية. أنا عملت الزلابية. المقادير كانت بالقالب ده، يعني أي انت شنو يعني حسب اللي انت القالب اللي بتقيس بيه وتقيس بيه والموية تقيس بيه الدقيق. يعني لو انت اشتغلت بالكوب اشتغلت بقالب بأي حاجة يعني نفس المقادير بتمشي فيها كلها. المهم عملت 2 دقيق، قالبين دقيق وقالب اللي تريد موية، وكم 4 معالق كستر، ملعقة خميرة، ملعقة سكر صغيرة، وملعقة ملح. عملنا الفانيليا هنا بتديني طعم حلو يعني شديد. يعني أنا عملت الفانيليا اختيار، يعني انت حبي طعم الفانيليا تسويه، او في ناس بيسووا يعني العرق برضو، القرفة، الحبهان، حسب اللي انت عاوزه. طبعا حكاية الزلابية هنا شفتوا الاشكال المنتظمة دي عملتها، وعملت اشكال منتظمة يعني كده زي لقمة القاضي كلها على مستوى واحد. فانا كان اهتمامي كله على الزيت، يعني انا قلت للبنت امشي صوري، هي ما صورت. كان يعني بعاين انه خايفة على الزيت يعني من الاطفال وكده. كنت انا شغالة برا في الحوش وأبيت يعني اخلي اقوم من الزيت وامشي اصور كده وخوفا على الاولاد. المهم لقيت انها هي ما صورت. قمت شنو صورت الباقي ده. انا بعد انتهيت سويت لقيت الباقي ده صورته معكم، وصورت الاشكال الماكروكية دي، الاشكال الكروكية دي، واللقمة القاضي ما صورتها. المهم في النهاية حبيت أشارك معاكم الشاي بتاعي. سويت واحد بسكر ناعم وواحد بنوتيلا. النوتيلا لقيتها شوية جامدة. عملت لها ملعقة زيت، فكت معاي وعملتها كانت رهيبة والله. جربوها يعني بنكهة الفانيليا. هنا الفطور كان بتاعي عندي نص كدادة، وعاوزة أعمل نعيمية معاهم. لو وصلتوا معي لغاية هنا بقول لكم صلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وأتم التسليم. يعني بتمنى منكم اللايك، يعني اللايك بيرفع من مستوى الفيديو. يعني ما يعني ما بكلف كتير كده دوسة وانت يديكم العافية وما قاعد تقصروا والله، ومشكورين عليه كل التعليقات الحلوة الجميلة اللي بتدافع يعني دافع معنوي ونفسي. مشكورين والله. أول تعليق ده أنا بستناه بفارق الصبر يعني عشان أشوفه، وبس تسجيل الصباح يعني لو حاسين بصوتي كده. المهم احنا وين عملنا
احنا قطعنا نص الجدادة دي، عملت على بصلة، عملنا عليها قرنين شطة، طبعا احنا بنحب الشطة. عملت عليها الصلصة خليتها تتسبك، ما خليتها يعني حاجة كتيرة، خليتها تتسبك. وبعتذر يعني من امبارح، انا ما مفروض انزل، ما نزلتها وانا سجلتها معاكم الفيديو ده اللي حرس لكم الصباح يعني. كان معانا جونا داخلين ضيوف وانشغلت شوية، بعتذر على انه انا ما نزلتها. المهم يعني هنا عملت البصلة هي هنا أنا عشان ما عندي خلاط، حسب ظروفي زي ما قلت لكم، ظروف الحرب يعني ما بنقدر نشتري كل ساعة يعني حاجة. يعني أغلبية العدة دي هي ست البيت يعني مخلية لنا حلتين ومعين صينية سيرمس، ما في خلاط، ما في مكوى، ما في سبحان، ما في ديل كلهم مش شايفينهم ديل، بس عندها الحلتين اللي شغالة فيها دي، شغالة بين ديل بس. يعني اشترينا حلل واشترينا الحمد لله. يعني ما بنقدر، ما معروف ان احنا لو يعني لو استقرينا كان ممكن الزول يجيب حاجاته كامل، لكن احنا ما معروف. بعد ده كله يعني بنجيب الأهميات الثانويات دي يعني كده اللي بتقدر تستغنى عنها ما بتشتغل بها يعني. زي ما هنا شايفين انا عملت البصلة ناعمة عشان شنو؟ عشان ما عندي الخلاط. بالخلاط مريحة جدا، بالخلاط ملح الناعمية أسهل ما يكون. عندك بصلة محمرة بتكبيها، قرون الشطة في الناعمية حلوة شديد يعني، ما بتفرق. الناس اللي ما بيحبوا الشطة يعني ما بتفرق، قرنين ما بيفرق، بيدي طعم رهيب. طبعا من أسرار الناعمية يعني انتي الزبادي بتاعك لو حاسة بيه مر زيادة، اعملي ملعقة سكر، بجد والله ما بيعمل فرق، لذيذة جدا يعني، بتظبط لك الملاح، بتظبط لك الحموضة. اعملي حبة حبة وانت ذوقي يعني، انت لو اول مرة تسويه، لكن بجد بتظبط لك الملاح يعني. لو الزبادي ده حامض اعملي له سكر، جربي وريني انا في التعليقات ان شاء الله. ولو كان الزبادي بتاعك يعني فطير وانت دايره فيه حموضة، اعملي لك عرديب، انت عرديب في الزبادي عادي، ممكن تحطي في النار عادي مع الملاح يعني. انت بعد تحطي في النار كبيتي حاجاتك كلهن بتحطيه معاهن، يعني في النهاية لو عاوزة يعني لو بعد تنتهي ممكن تطلعيه عشان يعني الزول ما يكتشف فيه انه انت عملتي، لانه قلت لك في ناس ما بيحبوا يعني شكيلة في الملح. لو وصلتم معي لحد هنا ما تنسوا تصلوا على رسولنا الكريم عليه أفضل السلام وأتم التسليم. يا جماعة أنا رسلت لكم الفيديو اللي فات وقلت لكم دايرة تعليقات وكده ما يحصلني. مع السلامة في فيديو